الخوا نتوي كرد نتوي زندون تيكو شنو كل ندرا وهتا كردك ما بكركوك شاري كردستانا. حتى وإن بقي كردي واحد ستكون كركوك مدينة كردستانية. هذا ما قاله جلال طالباني الرئيس العراقي السابق والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني قبل 25 عاما. لكن ما يحدث الآن قد يبدد كل أحلام الرجل الذي رحل قبل أن يحزن برؤية العلم الكردي وهو ينزل من على مباني كركوك. فبعد رفض حكومة إقليم كردستان المهلة التي منحتها بغداد للبيشمركة بتسليم مواقعها في كركوك للقوات الاتحادية، فرضت ميليشيات الحشد الشعبي سيطرتها على مواقع مهمة أبرزها مطار كركوك ومنشآت نفطية، إضافة لمعبري جسر خالد ومريم بيك، فضلا عن مواقع أخرى قال الجيش العراقي أنه دخلها دون قتال. في وقت أعلنت واشنطن أنها لا تنحاز لأي طرف في الاشتباكات بين أقليم كردستان وبغداد، وأنها تتمنى تخفيف التصعيد بينهما. تطورات متسارعة دفعت بالقيادة العامة لبيشمركة كردستان لتوجيه اللوم إلى الاتحاد الوطني الكردستاني واتهامه بالخيانة وتسليم مراكزه دون قتال، غير أن رد الوطني الكردستاني جاء سريعا على لسان عقيلة الطالبان هيرو أحمد بدحض تلك الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدة أن بيشمركة الاتحاد الكردستاني لن تتخلى عن كركوك. تبادل للاتهامات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان قد يعيد للأذهان مرحلة الاقتتال الأخوي عام 1996 وما نتج عنها من سلسلة اتفاقيات أحادية الجانب عقدها الحزب الديمقراطي الكردستاني مع بغداد والاتحاد الوطني الكردستاني مع إيران، بغية تأكيد كل منهما سيادته على مناطق رويت بدماء آلاف الكرد. أحداث كركوك أتت كفرصة على طبق من ذهب بالنسبة إلى أنقرة التي لا توفر أي مناسبة للتلويح بالتدخل في شؤون الإقليم بذريعة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين دخلوا كركوك وأعلنوا استعدادهم للدفاع عنها. تكهنات وتوقعات كثيرة بشأن ما يحصل في مناطق الإقليم الكردي، ربما هي رسالة موجهة من إيران إلى واشنطن على أن دورها في المنطقة لا يزال وسيستمر رغم العقوبات المفروضة عليها. لكن توسع القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي في مناطق أخرى بإقليم كردستان مثل شنغال وقد يكون غدا الموصل ربما هي بداية ترسيم حدود جديدة وفق اتفاقيات مبهمة بين الكرد والحكومة العراقية من جهة وبين طهران وواشنطن من جهة أخرى.